للأسف دي مشكلة بتواجهها بنات كتير. اللي بيحصل إن في حد بيبدأ يدخل العلاقة حب ودلع زيادة واهتمام، وده طبيعي. ليه؟ لأن الراجل بطبعه صياد، هو بيحب فكرة الهانتنج، وهو بيتعامل على إنه يوصل لإعجاب البنت، إن هو كده بيوصل لجول عنده. وده ممكن يبقى هو اكشلي اللي كان افتر، بمعنى ان هو ممكن يبقى مش شخص جاهز ان هو يدخل في ارتباط لفتره طويله، بس هو بيحب الفتره الاولى، يبدا يعمل لك تشيسنج وانت تبداي تعجبي بيه. اول ما بتعجبي بيه خلاص هو الايجو بتاعه تمام، وهو بالنسبه له كده خلاص ساتسفايد، فبيبدا يختفي. الشخص لو عمل معاكي كده، ده شخص قدامنا حالتين: لا اما انا مجرد لما الشخص بيعمل معايا كده انا بديله كل حاجه، بقيت تو افيلبل او بقيت مهتمه بيه زياده، فاللي بيحصل ان هو بدا يتوتر ويقول لك لا خلاص فاكس زهق وبينسحب. لا اما الحاجه الثانيه ان انت كنت ممكن بتتعاملي طبيعي بس هو شخص مش شخص جاد. بنعمل ايه؟ لازم تبداي تنشغلي دلوقتي. اللي حصل ان هو لعب اللعبه دي فانت تعلقتي شويه بيه، فطبيعي جدا ان انت تبقي متضايقه، حقك جدا جدا. بس اللي انت محتاجه تبداي تعمليه دلوقتي ان انت تتشغلي. طبعا مش تتشغلي بانك تدخلي علاقه تانية عشان ما يبقاش ريباوند، لا، تتشغلي ان انت تعملي اكتيفيتيز مختلفه، وتبداي تدربي نفسك ان مهما كان الشخص اللي قدامنا لطيف ان انا دايما عندي وقتي الخاص، وقتي المشغول، ما بقاش تو افيلبل بالنسبه له. حتى لو الشخص ده باين انه لذيذ، انا برضو مش تو افيلبل. ليه؟ لان الحاجه اللي هتساعدكم ان انتوا تخرجوا من علاقه مع حد ان انتوا ما تفقدوش نفسكم في العلاقه دي، ان انتوا دايما يبقى عندكم الوقت الخاص بيكم. فلو فجاه الشخص ده انسحب من حياتكم، انا عندي حياتي، عندي اكتيفيتيز، عندي حاجات تشغلني. بس ساعات غصب عننا لما بيدخل حد حياتنا طبيعي بنتحمس وبتبقى مشاعر وحشانه، بس ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنبدا ندي للشخص ده وقت زياده قوي، فمع الوقت بلاقي نفسي ان يومي بيتمحور عليه. فطبيعي لما الشخص ده يخرج من الصوره اتضايق قوي.